هلو هلو، اهلا بكل حبايبي المتابعين. عامله معاكم النهارده طاجن فريك حكايه. طعمه تحفه، بحشو اللحمه المفرومه. شايفين جماله والحشو؟ خطير. كتير مننا يا جماعه بينسى ياكل الفريك ده، مع انه حلو جدا ومغذي جدا، وسعراته قليله جدا جدا عن الرز. معايا هنا كوبايه من الفريك، نقيتها يكون فيها زلط او حاجه، ونقعتها في شويه ميه عاديه خالص من الحنفيه لمده نص ساعه. وبعد كده غسلته غسلة كويسة وصفيته. خلاص، هنيجي معايا هنا الحلة بتاعتي، حطيت فيها ربع معلقة زبدة أو سمنة. تمام. وهحط فيها بصلاية صغيرة مقطعاها كده حجم صغير، بصل أحمر أبيض اللي عندك. هشوحها بحاجة بسيطة جدا، وبعد كده هنزل عليها بجزراية سوري مبشورة. جزراية مبشورة بتدي طعم حلو جدا للفريك. برضه هشوحهم تشويحة بسيطة كده، وهنزل بقى عليهم بالفريك بتاعي. اهو شايفين؟ يكون بقى متصفي خالص من المية بتاعته عشان يقدر يتشوح كويس. خلاص كده. عايزة بقى تزودي كوسية مبشورة، عايزة تزودي فلفل. انا هنا خلاص حطيت بقى الطماطماية المبشورة، وهحط بقى شوية ملح وشوية قرفة وشوية كاري وشوية بابريكا، من كل حاجة معلقة صغيرة. وهشوحهم برضو كويس. وهاجي بقى هنا في الطاجن بتاعي مسحة زيت كده خفيفة، بس عشان الفريك ما يلزقش مني. هنزل بقى بنص كمية الفريك. خلاص هسويه كده. وبعد كده هحط اللحمة بتاعتي، ممكن بديل اللحمة تحطي فراخ شاورما، او كباب وقوانص اللي يريحك، بس باللحمة المفرومة حاجة جديدة وطعمه حلو جدا. دي لحمة معصجة عادية خالص كانت عندي. هنزلها بقى كده على الفريك. وبعد كده هنزل بالكمية التانية بتاعت الفريك. اهو خلاص. برضو هسويه كده. خلاص كده. وهجيب بقى الورق الفويل بتاعي. هسقي بس الاول الفريك بميه سخنه او شوربه. انا طبعا كنت هدخل الطاجن كده من غير ميه ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين طبعا. الحر يا جماعه بيعمل عمايل وحشه جدا. انا هنا حطيت ميه سخنه اهو. حاجه بسيطه، لان اوريدي طبعا الفريك يعتبر مستوي نص سوا بالنقع اللي انا نقعته فيه. بس الميه ما تعديش الفريك عشان ما يعجنش زياده. خلاص في الفرن كده، في الورق الفويل كده غطيته، واحطه في الفرن بقى لمدة تلت ساعة. هيطلع مستوي وتحفة. اهو شايفين شكله؟ خطير. جربوه، طعمه حلو جدا ومغذي جدا. ويا رب يكون عجبكم ان شاء الله، ولايك وشير للفيديو. باي باي.